مساء الفل. الغدا فراخ النهارده. نخش في الموضوع على طول. التشكيل لامنس زي كل مره، الثلاثه اللي قدامه دي ليخت، ماجواير، شو. ماجواير قدام توتنهام، ماجواير قدام توتنهام، مش يورو يعني. الاثنين اللي في النص ما فيهمش تغيير، كاسيميرو وبرونو. تغييرتين بقى على الطرفين، على اليمين مزراوي، على الشمال دورجو. ليه مش عارف بنغير في الاثنين. دورجو كان كام ماتش اللي فاتوا ما بيديلكش مستويات مرضيه، مزراوي لسه راجع من الاصابه، فانت بتلعب قدام توتنهام ربنا يستر. الثلاثه اللي قدام بقى، ديالو بيلعب مكان بومو، جنبه كونيا، بومو هو اللي طالع قدام، مفيش سيسكو النهارده. طبعا الثلاثه هيعرفوا يبدلوا مراكز مع بعض، ممكن شويه نشوف كونيا قدام، ممكن شويه نشوف بومو هو اللي قدام. هيعرفوا يلعبوا مع بعض كوره، ويمكن يكون دي التركيبه المناسبه لدفاع توتنهام. يغربلوهم بقى، يتحركوا كتير. الثلاثه فيهم اثنين بيعرفوا يجوا من ورا اللي هم ديالو وكونيا. بومو حتى كمان لو سقط وحد طالع قدام هيعرف يتحرك في الحته دي. خلينا نشوف هيقدروا يقدموا لنا ايه. بس عشان نبقى حقانيين، الثلاث تغييرات اللي اتعملوا في التشكيل الماتش ده، سواء يورو، سواء دالوت، سواء سيسكو قدام، الثلاثه عملوا ماتش وحش الماتش اللي فات. انا مش دايما مع فكره ان اللي يعمل ماتش وحش، سيبك من دالوت ده بيعمل ماتش وحش كل مره، بس انا مش مع فكره ان اللي يعمل ماتش وحش تقعده. ولكن قد تكون دي طريقه اموريم الفتره اللي جايه، ان انت مش هتديني 100% من اللي انا مستنيه منك، هتقعد. ده لا ينفي طبعا ان انا مش عايز اشوف دالوت في الملعب ابدا تاني، لكن ده لا ينفي ان انا كنت محتاج يورو اكتر في الماتش ده، عشان عنده سرعه اكتر وبيعرف يمسك كرة في رجله احسن من وجود ماجواير. انت هتحتاجه كرسمه التشكيل احسن من كده. انا مش مع فكره ان سيسكو كان يقعد بعد الماتش اللي فات، على الاقل كنت تبدا بيه، ويا سيدي لو ما عملش ماتش كويس يبقى طلعه، بس الراجل لازم يكون عنده استمراريه ولازم ياخد دقايق اكتر عشان يديك المهاجم اللي انت عايز تشوفه. بتنيل لامنس الداون كورنر ببلاش. الكره اللي اتقدم بيها برونو في الدقيقه 6 دي اللي لعبها لمبومو، دي قد تكون هتحكي لنا ايه اللي بيحصل في تبادل المراكز قدام، وازاي ممكن يكون ليها تاثير ايجابي او سلبي، لسه هنشوف. لان برونو اتقدم بالكره اللي كان بيسقط له في الحته دي او اللي كان بيقرب منه بيبقى عاده بيبقى مبومو. المره دي ديالو حافظ على حته ان هو يفضل متطرف، والا ان هو كان المفروض هو اللي يدخل لجوه، ومبومو يستلم من ديالو ما يستلمش من برونو على طول. الحته دي خلت الهجمه بعد ما خلصت كمان مبومو كان بيشاور لديالو بيقول له تعالى انت المفروض تقرب لي هنا. فخلينا نشوف هيعملوا فيها ايه. ما هو انت اموريم مش لازم تبقى معوده من اول السيزون عمال يجي من الناحيه اليمين، وبعدين دلوقتي جاي تلعبه بقى 10 وعايزه يتصرف بسرعه في اول 5 دقائق. ارحمني. انا نفسي نكسب بجون غلطه فان دي فين، عشان انا مش مسامحه في الكوره اللي شالها من على الخط في فاينل يوروبا ليج. الربع ساعه الاولانيه اللعب تقريبا كله في نص الملعب من الفرقتين، الاستحواذ حتى 50-50. تحس الفرقتين مش عايزين ياخدوا ريسك، كل واحد فيهم عايز يقفل دفاعه ويهاجم على التاني بهجمه مرتده. ما شفناش بقى حاجه تقول بتهدد ولا هنا ولا هنا. يمكن بس توتنهام عملوا محاولات، لكن مفيش حاجه خطر من فريقين. لكن لغايه دلوقتي التغييرات اللي اتعملت، سواء ان ديالو يسيب الناحيه اليمين ويطلع قدام، وسواء ان مبومو ما بيلعبش في مكانه، ديالو تقدر تقول ان انت خسرانه في الناحيه اليمين. مزراوي ما بيقدمش الدور الهجومي اللي بيقدمه ديالو لغايه دلوقتي، وديالو نفسه ما بيقدملكش اللي بيقدمه مبومو. هو ديالو راجل كوير، لكن انت من اول الموسم بتلعبه يمين وبيتقدم وبيلعب بقى هو مع مبومو. فلغايه دلوقتي عندنا مشكله في الحته دي، ومش شايفين خطوره خالص من نقطه قوتك الاساسيه اللي كنت بتعملها من اول الموسم. نفسي ترفع عينك شويه يا كونيا. مبومو كان واقف لك الناحيه الثانيه، حطها له بس الشبكه فاضيه. يا حكم هاندبول، يا حكم في حصه العاب على الخط. احتياطي توتنهام واقفين بيسخنوا من اول ربع ساعه. ماجواير انت بتعمل ايه ناحيه الشمال؟ انت صدقت انك مهاجم بجد؟ ورا يلا على الدفاع يلا. الحاجه الكويسه اللي بقى بيعملها لاعيبه يونايتد كويس كمان، ان هم بقوا شرسين جدا في استرجاع الكوره دي كانت هتترد علينا بهجمه، رجعوا كلهم تقريبا في نص الملعب، ضغطوا جامد، خدوا الكوره تاني. حتى لما الهجمه كملت لتوتنهام كانت اتطرفت ومبقاش فيها خطوره خلاص، وتقريبا كل الفرقه كانت رجعت لورا وتنظموا دفاعيا. جونسون ده عايز ياكل حته قفا. مفيش اي استفاده من التغييرات اللي اتعملت في مانشستر يونايتد لغايه دلوقتي في التشكيل اللي بدانا بيه. ولا انت شايف خطوره هجوميا، فقدت جزء كبير من قوتك ان ديالو ما بقاش بيجي من ناحيه اليمين وان مبومو ما بيلعبش في مكانه. النتيجه ان انت نص ساعه بتلعب على كوره بتتلعب في نص الملعب. احيانا كمان توتنهام اخطر، ده نفس بالظبط اللي كنا بنقوله الربع ساعه الاولانيه. برضو ما فيش حاجه تهددك، انت ما عملتش حاجه تهدد توتنهام، ولكن انت بتضغط دفاعيا كويس، لكن هجوميا لسه مش شايفين حاجه. الفكره بقى ان اموريم لازم يعمل تغييرات الشوط الثاني بدري بقدر الامكان، لان الجري اللي بيعمله ديالو في الحته اللي هو بيلعب فيها دلوقتي دي
هتخلص طاقته بدري. فانت حتى لو جيت في اي لقطه نزلت سيسكو وجبت ديالو يمين، الراجل هيكون خلاص تعب منك. حلوه يا ولد يا ولد يا مبومو. مبومو بقى هيدر كمان، الله على العرضيه الله على الهيدر يا ولد. شواهم. اتعلم يا ابني الافشنسي يا ابني. اول كره اون تارجت في الشبكه، بس ماتش كده ما يلزش. بقالنا 36 دقيقة الفراخ بيزعقوا لنا، مفيش كرة بتتلعب ومفيش أي حاجة خطر، بتزعقوا لنا ليه؟ شباب احنا دلوقتي في المركز الثاني، ممكن ننهي الدوري على كده؟ ماتش وحش قوي بصراحة، بس مش مهم، نكسب وبعدين نتكلم. من أراد المتعة فليذهب إلى أنفيلد، هيلاقي هاري ماجواير هناك بيحتفل. أنا مش هسيبكم، أنا هفضل وراكم كده لغاية ماتش الدور الثاني. عاش 1-0 الشوط الأول دي. عاش. توتنهام حاطين الكاس بتاع اليوروبا ليج جوه الملعب النهارده عشان بيلعبوا مانشستر يونايتد وبتاع. بنلعب خالة الكيادة، فرقه رئيسها خالد الغندور. شوط مش ممتع كرويا، لكن بصراحه شوط كويس قوي من مانشستر يونايتد كفريق. اللعيبه بتتحرك كويس جدا، دفاعيا كمان واقفين كويس قوي. لما بيطلعوا هجوميا الفريق ناقصه حته هنشرحها كمان شويه، لكن هم تحس ان هم عندهم الثقه وبداوا يعرفوا بالظبط اموريم عايز منهم ايه كل ماتش. الشوط طبعا تقريبا كله في نص الملعب من الفريقين، مفيش خطوره تذكر ولا من مانشستر يونايتد ولا من توتنهام. هي بس الكره بتاعت مبومو اللي جه منها الهدف. الهجمه من الاول ما كانتش خطر، لكن الضغط بتاع لعيبه مانشستر يونايتد عرف يخلي مانشستر يتقدم 1-0 بكوره كانت قبل كده بتعمل لك مشاكل. لان لعيبه مانشستر يونايتد كان دايما عندهم مشكله في الضغط في الثلث الهجومي، وعندهم مشكله كمان في استرجاع الكوره. المره دي الكرة لما راحت على دماغ مبومو واتلعبت بطريقه وحشه وكان ممكن تروح لحد من مدافعين توتنهام، وفعلا كانت كرة مشتركه، اتضغط عليهم تاني، عرفنا ناخد الكرة تاني بسرعه، اتعمل تمركز سريع. الكرة لما وقعت لديالو وقف ورفع عينه ولعبها على الهادي وهو واقف. حتى مبومو عرف يتحرك بالظبط، ياخد خطوه ورا المدافعين، سرق بورو كده وهو واقف. الكرة ولا فيها حزق بقى ولا نط ولا التحق خالص، الكرة وهي جايه له وجه بس بدماغه 1-0. جون ملعوب. الجون ده بالذات يقدر يقول لك ازاي لعيبه مانشستر يونايتد بتتطور مع اموريم، وازاي هم بداوا ينفذوا تعليماته خصوصا في استرجاع الكوره والضغط ولعب الكوره في مساحات قليله. ما زلت بقول التغييرات اللي اتعملت في التشكيله والمداوره اللي حصلت بين اللعيبه دي، اللي خدت مبومو هو اللي بيلعب قدام وديالو بيلعب 10 بعد ما كان بيجي ناحيه اليمين. تحس ان ديالو لسه شويه عنده الحته انه عايز يجي من ناحيه اليمين، ما بيجيش خالص في الحته بتاع مبومو دي. في اول الشوط كمان كان فيها مشاكل، يمكن اتظبطت شويه في اخر 10 دقائق من الشوط الاول. ويمكن كمان عدم وجود سيسكو مخسر يونايتد الجزء بتاع السكند بول، اللي هي لعبه بيلعبوا عليها من اول السيزون وبداوا كمان يبقوا كويسين فيها من وقت تشيلسي. لكن بشكل عام الفريق بيتحركوا كويس قوي من غير الكوره، بيعرفوا يضغطوا كمان في المنطقه الهجوميه. 1-0 اللي جت دي جت بمجهود الفريق كله وهو بيضغط قدام. التمركز او اعاده التمركز والمداوره اللي بتحصل في منطقه ال 18 بتاعه الخصم دي اتعملت كويس قوي في الجون ده، اتعملت اكتر من مره، لكن لسه ما فيش الخطوره اللي مانشستر كان بيعملها الماتشات اللي فاتت على الكام ماتش اللي شفنا مانشستر اداؤه بدا يتحسن فيه. الناحيه الثانيه توتنهام ملط، مش شايفين منهم اي خطوره بتتعمل، يا رب يكملوا كده. لكن اللي عايز اقوله ان توتنهام فريق ما يخوفش خالص. اللي بيقدموه طول الشوط الاول ان هم متحفظين، خايفين غالبا يهاجموا بقى مانشستر ولا ايه اللي بيحصل ما تفهمش، خايفين يلبسوا جون كمان. فريق عكس تماما توتنهام اللي بيلعب اصلا في بطوله اوروبا. اكتر حاجه ايجابيه في الشوط الاول ان اللعيبه تحس ان هم خلاص بداوا تكتيكيا يفهموا اموريم عايز منهم ايه، كل واحد فاهم التغييرات كمان في مهام مركزه. لما بيتحركوا في اكتر من مركز او لما بيلاقي الفريق بيتنقل من الدفاع للهجوم، بتلاقي الفريق بيعرف يتحرك احسن بكتير كمان من الماتشات اللي فاتت. ماتش على ماتش بصراحه الفريق بيتطور. ان شاء الله الشوط الثاني الفريق يقدر يسجل 2 و3 وان شاء الله الماتش يخلص ندخل التوقف الدولي واحنا مريحين. يا جماعه الفريق بقى شرس قوي في الضغط قدامه واسترجاع الكوره، دي حاجه كويسه جدا والله، ما كناش بنشوفها قبل كده. يا ولد يا لامنس، نفسي افهم سر ان لعيبه مانشستر يونايتد بتنزل كل ماتش اول 10 دقائق نايمين. لوك شو ما ينفعش يعدي ماتش من غير ما يعمل مصايب، بصرف النظر عامل ماتش كويس ولا وحش. الشوط الثاني اول 10 دقائق توتنهام هم اللي بيهاجموا واحنا بنتفرج عليهم. تغيير سيسكو مكان مزراوي دي بتعكس اللي كنا بنقوله بين الشوطين. انت ديالو ما بيلعبش في الحته اللي هو بيلعب فيها من اول الموسم، هي دي مش عدته في المطلق، بس هو من اول السيزون بيلعب انه بيجي من ناحيه اليمين ومبومو هو اللي قدامه. التغييره دي لما تجيب ديالو مكان مزراوي وتلعب بقى بسيسكو قدام، هترجع تلعب تاني على السكند بول اللي هي احد اهم نقط قوتك كفريق من ساعه ماتش تشيلسي وكسبتك اكتر من ماتش وسبب ان انت بتسجل. التغييره دي
هتغير شكل يونايتد في الملعب وان شاء الله نسجل التاني. دي عامه تغييره ب3 مراكز، وكويس قوي ان اموريم عملها قبل الدقيقه 60. لعيبه مانشستر بقالهم ربع ساعه بيستقبلوا الضغط بس بتاع توتنهام. محتاجين بقى نبدا نمسك كرة في رجلينا كده شويه ونهدى ونطلع احنا بالكرة لقدام ونلعب بقى سكند بول، ثيرد بول، اي نيله، بس نبقى احنا اللي عندهم. لان اكتر من كده مع الضغط ده مع لعيبه مانشستر كمان اللي بتغلط في الدفاع هنلبس التعادل وهنزعل كلنا. ال20 دقيقه اللي فاتوا دول توتنهام مسيطر تماما، مستحوذين بالطول والعرض، عاملين حتى استحواذ قرب 67 68% على الكوره. مانشستر يونايتد ما جاش الشوط الثاني. توماس فرانك منزل اودوجي ناحيه الشمال، اعتقد عشان سببين: من ناحيه عشان بيهاجم اكتر وبيعرف يلعب بالكره اكتر، ويمكن كمان يكون اسرع من بورو، ويمكن لو مانشستر بدا يهاجم اللي احنا لسه ما شفناش منهم حاجه، الجبهه بتاعت ديالو ومبومو دي بتكون دايما اخطر. فخلينا نشوف هو هيعمل ايه بالتغيير ده. هو ماجواير ماسك الخلفيه ولا ده النت؟ 3 تغييرات منطقيه. يورو نزل مكان ماجواير اللي اتصاب، ماونت نزل بدل كونيا اللي عامل ماتش وحش قوي النهارده، واوجارتي نزل مكان كاسيميرو عشان واضح ان كاسيميرو خلاص مش قادر. انا عاجبني الاضافه البدنيه اللي سيسكو نزل عملها، نزل هو يتخانق ويجيب لنا حقنا. والنبي يا عم دورجو ما تعملش فيها ميسي، ما احنا عارفين اللي فيها. دورجو غبي قوي يا جماعه، يعني حتى لما رقص الواد الكره طولت منه راح داخل داس على وشه. فضل 12 دقيقه ومانشستر يونايتد بيستقبل لعب بس، مفيش اي حاجه تبشر ان لعيبه مانشستر هتبدا تطلع بالتدرج اللي كانوا بيطلعوا بيه هجوميا الماتشات اللي فاتت. لازم نسجل التاني. دالوت نزل، مش لازم بقى نسجل التاني خلاص. هنهاجم امتى؟ هو طبعا يحسب للفريق ان هم بيدافعوا كويس، متكتلين كويس، بيسترجعوا الكرة كويس، لكن مش هينفع نكمل لاخر الشوط بالمنظر ده. اطلعوا بهجمه، امسكوا الكرة قدام، عايزين نفضل على الاقل كسبانين. انما انت طول ما انت بتدافع بس هنلبس التعادل. اهي الغلطه اللي بنقول عليها اهي، والله هو ده بالظبط اللي احنا كنا بنقوله. الفريق كله راجع ورا، الضغط الكتير ده لبسك التعادل. ما هو انت لما تفضل تستقبل لعب بس لعيبه الدفاع هتتعب. شوط تاني وحش قوي من اموريم، منطقي طبعا، فرقه بتضغط عليك، هم اللي ماسكين كوره، هم اللي بيتقدموا، هم اللي عندهم الدافع كمان لان هم خسرانين وعايزين يعوضوا، وانت بتستقبل لعب وبتاخد مقامره نفس اللي خدتها في ماتش اليوروبا ليج. كرة ترجعك كسبان بيستقبلها بمنتهى الاستهتار والطراوه اللي احنا نتفرج عليها دي. هو فان ديفين ده ما وراهوش غيرنا؟ اتفضل اهو سيسكو اتصاب. هي الفكره بقى ان اصابه سيسكو دي احنا هنلعب ناقصين بقى شويه اللي فاضلين دول خلاص. لبسنا الثانيه وتشارلسون قلع علينا الفانيلا. ريتشارلسون واقف اوفسايد واوجارتي واقف مغطي الاوفسايد اللي هو واقف فيه. انا مش مصدق السذاجه. هو ايه اللي حصل للفريق الشوط الثاني؟ جول! دي لخت يا ولد، روح كمل احتفال يا ريتشارلسون يلا. احتفالات شيكاباليه. انقذتنا يا ابني، والله كان هيبقى ماتش نكد. انا ولا هتعصب ولا هتنرفز ولا هزعق، بس ممكن اموريم يقول لنا ايه اللي حصل الشوط الثاني؟ فريق زي توتنهام واضح ان هم عندهم مشاكل كتير من اول السيزون. انت تقدر تنزل تكسب، تقدر تنزل تكمل اللي انت عملته الشوط الاولاني، تلعب عليهم ماتش. انا مش بقول ان انت كنت بتلعب كرة ممتعة وان الماتش يعني كان مفتوح، بس كنت عارف توصل وسجلت وكان ممكن تكمل على كده. مش لاقي مبرر ان اموريم يقرر الشوط الثاني كله يسيب الكرة لتوتنهام، يسيبهم يضغطوا ويسيبهم يتقدموا ويسيبهم يهاجموا كل ده بدون اي رد فعل لغايه ما هم عملوا اللي هم عايزينه وكان ممكن يطلعوا كسبانين. خلينا ما نهدش اللي مانشستر يونايتد عاملينه بقالهم 5 ماتشات بدون خساره، 3 مكسب و2 تعادل. مش وحش مقارنه باللي كان بيحصل، لكن اداره احسن للماتش من كده كان ممكن الفريق يطلع كسبان. فرقه زي توتنهام مش شايفه قدامها من اول الدوري. انت كان عادي جدا بدل ما تسيب لهم الكره الشوط الثاني تلعب بقى زي ما كملت الشوط الاول. حاول ان انت ترجع كمان اللي كنت بتعمله الماتشات اللي فاتت وتبدا تلعب على السكند بول من بدري شويه، وتلعب بقى ان انت تسجل الثاني بدل ما انت سايب لهم الكره طول الشوط. انا هنا مش بتكلم على الظروف اللي حصلت في الماتش. اصابه ماجواير طبعا اثرت عليك، اصابه سيسكو بعد 3-4 دقائق من نزوله طبعا اثرت عليك، ولكن مش ده المغزى اللي احنا عايزين نقوله. لكن فكره ان الشوط الثاني تسيب الكره لتوتنهام وتسيب مجريات اللعب كلها لتوتنهام وما تقدمش اي حاجه. فرقه زي توتنهام فريق بدني، عرفوا يلعبوا عليك ماتش بدني كويس قوي. انا مش بقول ان هم لعبوا علينا ماتش، بس هم طول الشوط الثاني هم اللي مسيطرين على مجريات الاحداث كلها، وانت ما بتحاولش حتى تعمل اي رد فعل لحد ما طبعا بطاريه اللعيبه بدات تخلص. واحد زي كاسيميرو بنزينه خلص، الدفاع بتاعك بنزينه خلص، لبست جون في الثاني وربنا سترها معاك ان احنا تعادلنا. خلينا نرجع خطوه لورا كمان ونقول نفس اللي كنا بنقوله بين الشوطين. فكره ان انت تبدا الماتش بتغيير جذري
على كل اللي بتعمله الماتشات اللي فاتت اللي كانت بتكسبك، وان انت تتخلى عن فكره السكند بول او فكره حتى ان ديالو هو اللي يبدا على اليمين وتبدا تلعب بديالو 10، ده خسرك ادفانتج انت كنت بتكسب بيه الماتشات اللي فاتت. صحيح الظروف ما خدمتكش وسيسكو لما نزل اتصاب، لكن انا بتكلم في المبدا ان انت ليه بتهد اللي انت عامل بيه ستريك ما بتخسرش بقالك 4 ماتشات. نقطه ايجابيه في صالح الفريق ان هم بعد ما لبسوا جولين في 7 دقائق منهم واحد بعد الدقيقه 90، ده كان بيعمل مشاكل قبل كده. الفريق لما كان بيرجع اي حد قدامك في النتيجه كان الفريق تحس ان هو خلاص فقد تركيزه، وبعد ما لبست التاني ممكن تلبس ثالث ورابع عادي. الفريق لبسوا جون في الدقيقه 91، عرفوا يكملوا، ركزوا، اتعادلوا في الدقيقه 96. انا مش بقول ان هم لعبوا كوره على توتنهام الكام دقيقه دول، لكن فكره ان الفريق يبقى عنده القدره الذهنيه اللي هي بعد ال90 يعرف يكمل ويتعادل، ده ما كناش بنشوفه قبل كده، ونقطه تحسب للفريق والامورين. نقطه ذكيه كمان ان لامنس يطلع في الكوره اللي الفريق يتعادل بيها. لامنس طبعا كان سجل قبل كده لما كان في جلوب بروج في كور زي دي، لكن الفكره ان سيسكو بعد ما خرج انت بتلعب ناقص ومحتاج زياده عدديه. لامنس بطوله ده عرف ياخد الاتنشن شويه بتاع مدافعين توتنهام، ويمكن ده كمان ساعد ان هم ما يركزوش ان ديليخت جاي من ورا وسجل الكوره في الجول الثاني. لكن اجمالا خلينا ندي الفريق حقه. ال5 ماتشات اللي فاتوا اي حد فينا قبل ما يتلعبوا ال5 ماتشات دول، فيهم ليفربول، فيهم برايتون، فيهم ماتش توتنهام النهارده، كل الناس وانا منهم كنا خايفين من الستريك ده، خصوصا ان انت قبل التوقف الدولي كنت خسران من برنتفورد، انت رجعت تلعب ليفربول وانت بتقول ان احنا هنخسر، وبعدين انت عارف طبعا الفريق بيعمل ايه في الحاجات دي. لكن ال5 ماتشات طلعت منهم ب 11 نقطه، 3 مكسب و2 تعادل، منهم مكسب قدام برايتون فريق رخم قوي، منهم مكسب قدام ليفربول في انفيلد مكسب مهم جدا طبعا على بطل الدوري. الفريق واقف على رجله، بدا يبقى ليهم شكل، بدا يبقى ليهم شخصيه، وهنشوف اكتر من كده منهم في الفتره الجايه. طبعا في تظبيط كتير لازم يتعمل، في لعيبه لازم تيجي في يناير، اهم حاجه لازم تجيب لعيب نص ملعب في يناير. كاسيميرو بقاله كام ماتش بيعمل مستويات كويسه وبعدين بنزينه بيخلص، او الماتش في ماتش مثلا خرج عشان هو خد انذار خاف يطرد بانذار تاني. انا ما بتكلمش في ده خالص، انا بتكلم في نقطه ان انت بقى عندك مشكله واضحه ان كاسيميرو لو طلع بره الفريق بيفرط، لان بعيدا عن مستوى كاسيميرو ما ينفعش اي لعيب يخرج ما يبقاش عندك بديل يقدم لك على الاقل 7 من 10 من اللعيب الاساسي كان بيقدمه. اوجارتي لما نزل مكان كاسيميرو قدم مستوى مؤسف، يعني انت كنت قاعد بتتفرج على الماتش وايدك على قلبك، وللاسف هو كان سبب رئيسي في الجونين اللي دخلوا. سيسكو كمان محتاج ينشف معانا شويه كده، عشان انا مش فاهم اللا منطقيه اللي هو بيلعب بيها دي. يا معلم انت كنت قبل كده بتروح تاخد اللعيب في ظهرك وتروح بقى سفاح، مفيش حد بيعرف ياخد منك الكوره. انت الكورتين اللي جولك لو قطمت لجوه وعرفت تاخد المدافع في ظهرك، لو مش جول هتاخد ضربه جزاء او هتطرد المدافع. سيسكو الكورتين اللي وصلوا له اتعامل معاهم سوفت قوي. الكوره الاولانيه مانشستر كسبان 1-0، الكوره دي تخليك 2-0 والماتش تقريبا يخلص، يقوم يتعامل مع الكوره وحش قوي ويستلمها بمنتهى السذاجه وخلاص، وهو تقريبا كمان مش شايف كمان ان في حد جاي وراه، اتقطعت منه، اتردت عليك، بقت 1-1. الكره اللي بعديها كان ممكن يستلم وياخد المدافع في ظهره، لو اتلمس يا طرد يا ضربه جزاء لو قدمت لقدام شويه، لكن برضو اتعامل معاه وحش قوي، لعبها كمان وحش قوي فاتصاب. الكره دي بقى اتردت بقت خسران 2-1، فانت محتاج تصحى معانا شويه كده عشان احنا مش هينفع نكمل بالمنظر ده كتير. سيسكو لعيب امكانياته عاليه، عارفين ان هو مهاجم كويس، راجل شفناه كلنا في الدوري الالماني، بيعرف يخلص، بيعرف يحجز، بيعرف يحط الكرة تحت رجله، بيعرف يلعب زمايله، بيعرف كمان يخلص من نص فرصة. عايزين نتفرج على سيسكو اللي شفناه في الدوري الالماني، عشان هو لغاية دلوقتي تحس ان هو خايف ومستغرب انه بيلعب في مانشستر. دورجو بقى مش هتكلم كتير، انت وحش لدرجة ان دالوت مفيد عنك لما بينزل. حاجة مهمة كمان تحسب لأموريم ان هو عارف يطور الحتة بتاعت ان الكرة اللي بتجيلك بتخلص. الفريق النهارده عمل كورتين اون تارجت، سجل الاثنين. الفريق قبل كده كان مشكلته ان بيعمل فرص كتير قوي وممكن تنزل مقطع الفرقه اللي قدامك زي ما اتعمل في ماتش ارسنال كده وما بتخلصش. المره دي كورتين بجولين، حلو قوي على كده. عموما الماتشات الجايه نظريا اخف شويه من الماتشات ال5 اللي اتلعبوا قبل التوقف الدولي. اول واحد بعد التوقف الدولي هيكون ايفرتون، وراه كريستال بالاس، وراه وولفز، وراه بورنموث. طبعا كريستال بالاس وبورنموث عاملين فيها اشباح ومغتتين على الدوري كله، بس الاربع فرق دول اهون بكتير من ان انت بتلعب 5 ماتشات فيهم برايتون وفيهم ليفربول وفيهم توتنهام، فبالراحه على نفسنا شويه. الفريق والله مش بالسوق ده خالص، بالعكس احنا شايفين الفريق بيتطور ماتش عن ماتش. عموما
تعادل يخلي مانشستر يونايتد في المركز السابع 18 نقطة، في 5 فرق تقريبا عندهم 18 نقطة، بعيدا طبعا عن ليفربول وبورنموث وساندرلاند، اعتقد لسه كمان ما لعبوش الثلاثة، ولكن انت مش بعيد. التعادل ده مش سيء قوي، اكيد كنا نتمنى نكسب، لكن لسه فيها ان انت مانشستر يقدر يبني على اللي حاصل. 5 ماتشات بدون هزيمة، نقدر ان شاء الله نكمل. الماتش الجاي ايفرتون، فرقة في المركز ال14، لو ما كسبوش النهارده كمان يمكن ينزلوا عن المركز ال14. نقدر ان احنا نرجع من التوقف الدولي على 3 نقط يخلونا كمان يدوا دفعه للفريق قدام، ونعرف نكمل المشوار اللي جاي بعد كده. نتمنى بس الاصابات بتاعت ماجواير وسيسكو ما تطولش، عشان اصلا ما عندناش اختيارات على الدكه. امورين بقول لك ايه، الماتشات الجايه رجع لنا ديالو ومبومو وما تلعبش في الاعدادات، احنا ما صدقنا انها اشتغلت. وخلاص قبل التوقف الدولي خلونا بقى نشوف سعر الفراخ البانيه بكام بعد التعادل ده. ما تنساش لايك عشان السير، شير عشان الشياطين الحمر، سبسكرايب عشان خاطري. سلام.